بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا أنا قلت بدي أشرح كل اللي أخذناه في بدي أشرح كل اللي أخذناه في يعني مادة أو في يعني مادة تطبيقات الهواتف النقالة. راح نشرح بصراحة عدة مواضيع، اللي هو اللينير لاي اوت، الريليتيف لاي اوت، والكونسترينت لاي اوت، والتيبل لاي اوت، والفريم لاي اوت. تمام. الفريم لاي اوت طبعا كل لاي اوت بيختلف عن التاني. طب السؤال اللي بيطرح نفسه، ايش معنى لاي اوت؟ ايش معنى لاي اوت؟ فاول سؤال هنتعرف عليه شو معنى لاي اوت. هنشرح بكل بساطة. لو رحنا احنا جيت على في جوجل سلايدز، هنلاقي عندنا هنا خانة التخطيط بالانجليزي معناتها لاي اوت، لاي اوت يعني كتبها انجليزي اللغة، كان فعليا هنكون مكتوبها هنا لاي اوت فعليا هيك ترجمتها. هتلاحظ والله هيك تخطيط الصفحة هذه بالشكل هذا. لكن كيف تغير؟ هي عبارة عن زي نموذج او زي قالب انا بمشي عليه او زي هيك يعني. ف مثلا هاي بقول لاي اوت تاني زي هيك. بهذا الشكل. هذا بس هي كفكرة اللاي اوت. تمام. الآن عندنا بعض القواعد الأساسية اللي احنا لازم نعرفها، أو بعض الأشياء الأساسية اللي حابين احنا نعرفها. أول حاجة يقول لك إياك ثم إياك تحط عربي في الباث تاع المشروع، باث كله يعني مش بس اسم المشروع، لا الباث تاع المشروع كله فيش تحطش فيه عربي. وكمان اذا بدك تضيف صورة برضو تحطش فيها تكون اسمها عربي او فيها عربي. تمام. وتأكد ان لغة الجهاز برضو هنا تكون انجليزي. وهيك يعني قصة العرب مع عربي خلصنا من قصتها. تمام. بقول لك لقيت الامبتي اكتيفيتي. لقيت عشان احنا بدنا نعمل مشروع جديد حنيجي على الاندرويد ستوديو بكل بساطه. يعني فتحنا الاندرويد ستوديو بعد ما نزلناه، بعد ما عملنا كل شيء يعني نيجي على الفايل، بنعمل نيو بروجكت. والله بدي اقول له قال لي ايش بدك؟ بقول له على وين نروح؟ على الامبتي اكتيفيتي. امبتي اكتيفيتي. شو هي الاكتيفيتي؟ بقول لك الاكتيفيتي هي الوحده وحده البناء او وحده بناء المشاريع او وحده هو انا بحكي عن الاكتيفيتي نفسها في مفهوم الاكتيفيتي بس لحاله يعني. فبقول لك الاكتيفيتي هي وحده بناء الصفحات، وحده بناء الصفحات. نيكست. والله بقول لك نيم، باكج نيم والكذا هذا بدا يعني ايه علاقه في في اسم اسم التطبيق نفسه لما تحطه على الجهاز. تمام. لان بدك كتل ولا جافا. طبعا بدك بقول لك شو يعني مينيمم اس دي كي. بيقول لك مثلا هنا اصدار الاندرويد هذا اسمه اسمه نوجت، عشان هم دائما بيسموا اسماء اصدارات الاندرويد باسماء الحلويات يعني. فاسم هذا الاصدار السبعه نوجت. انا ليش اخترت هذا الاصدار 7؟ ليش ما اخترتش 8 و9 ولا 10؟ بدي حسب انا ايش بدي صديقي. حظنا ايش مكتوب هنا؟ بقول لك 90% من الناس بيستعملوا 7، وفي يعني 90% من الناس بيستعملوا اللي هو اندرويد 7. المهم هذا اندرويد 7. عشان نختار اندرويد 7 نقدر نختار اي اصدار تاني. فينيش. ثواني. المهم عملنا امبتي اكتيفيتي يعني معلش معناها طبعا النشاط فارغ يعني ايش فارغ. المهم خلينا نحن نركز على الاشياء المهمه الان. بقول لك هو فيها في عندك ملف جافا 100%. بقول لك مرات انت لما تكون بدك تشتغل في الديزاين بيعمل معك مشكله. ايش هي المشكله هذه؟ انك انت لما تعمل ديزاين بيطلع لك ديزاين يعني ديزاين لمشروع ثاني. طب انت بدك ديزاين المشروع تبعك، فالشغل هاي بيطلع ست كونتنت فيو. هنا جوا هذه الخانه بتحط اسم اللي اوت اللي تبعك انت بدك اياه يطلع ينعرض او تشتغل عليه في الكود.
فهذا يعني اشياء بسيطه انا شرحتها، يعني هي الكود، وغاية في عندك سبليت وفي عندك ديزاين. تمام. لو لاحظنا، لو احنا جيت على الديزاين، راح نلاحظ ان هو عمل الديزاين لحاله. هنا ايش مكتوب؟ كونسترينت لاي اوت. هو هذا يعني اللاي اوت الافتراضي اللي بحطوه دائما هم. تمام. احنا مش هنشرح حاجات كونسترينت لاي اوت، هنشرح اشياء ثانيه بعدين. حنرجع لايش؟ كونسترينت لاي اوت. طبعا في عده ادوات احنا لازم نكون عارفينها، او بعض بسموها الفيوز، او بعض الاشياء احنا ايش بدنا نتعرف عليها. ايش هنتعرف على البوتون، طبعا زي معروف. تمام. تكست فيو، واضح ان اسمه تكست فيو من بعد النص يعني بس. تمام. في الايمج فيو برضه بيعرض الصوره، حط صوره لازم تستعمل الايمج فيو. في كمان هو الايديت تكست، هذا بيكون في الكود يعني، وهنا بسموه اظن بسموه هو البي تكست باين. هنا في الديزاين سبين اللي هو في الكود اسمه يعني ايديت تكست. تمام. تمام. لقيت بس في بعض الاشياء البسيطه جدا. لقيت احنا بدنا نعمل ايش؟ لينير لاي اوت. نعمل ايش؟ لينير لاي اوت. تمام. بعدين هنشرح بعض الامور التفصيليه، بعض الاشياء. بس قبل ما نشرح نعمل لينير لاي اوت، هنتعرف على بعض الشغلات الثانيه. اول حاجه عندك الدي، عندك ايش؟ عده وحدات ايش؟ قياس. عندك الدي بي، وعندك البكسل طبعا، وعندك كمان اللي هو الاس بي. حلو. المهم الدي بي هذا يستعمل للصور اعتقد. دي بي للصور. اما الاس بي للنص. الاس بي للنص. اما البكسل طبعا ايش الفرق بين البكسل؟ ليش استعمل انا الدي بي والاس بي دام في عندي بكسل؟ انت في التطبيق بدك تعمله بس على قد ايش؟ انه يكون الجوال العادي. ممكن انت التطبيق يشتغل على تابلت. طب انت كيف بدك يطلع الطول والعرض ويطلع يعني الطول والعرض يطلع ظابط معك؟ بيكونش مثلا التابلت، دقه التابلت مثلا قليله، او عشان هو تابلت يصير ايش؟ جايب العرض كتير او كذا. بدك تكون جاي اضبط الصوره مثلا تكون ظابطه، فبتستعمل ايش؟ وحده الدي بي. والاس بي نفس الشغله يعني. فالشيء بيساعدك كتير. فدي بي للصور، والاس بي للنص. الاس بي للنص.